صباح الخير. النهارده هنعمل مع بعض عصاير رمضان. اشهر 3 عصاير اللي هما العناب والخروب والتمر. دول بصراحة اشهر 3 بنعملوهم، وطريقة سهلة وبسيطة جدا ومش تاخد في ايدك وقت خالص. اول حاجة هنبدأ بيها بالعناب، لان انا بحبه جدا بصراحة. هنحط كوبايتين من العناب وعليهم كوبايتين من السكر، وبعد كده هنحط 3 لتر مية. بس دي كده المكونات اللي احنا هنحتاجوها. وهنفضل نقلب ونسيبه يغلي، وطبعا بقى في تركاية بنحطها في الاخر هتشوفوها دلوقتي معايا. لو دي اول مرة تشوفوني، انا اسمي هايدي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي. انا ماما في المطبخ. دلوقتي هنحط بقى التركاية بتاعتنا اللي هي ربع معلقة ملح ليمون. دي مادة حفظ، وكمان بتخلي العناب طعمه حلو جدا، وبتخليه كده لو قعد يعني في التلاجة كتير ما يبصش. وزي ما انتم شايفين كده، ده العناب معانا بعد ما يعني خلاص شبه خلص، فاضل بس الغلوة الأخيرة بتاعته. عايزة اقول لكم ان بجد طعمه كان حلو جدا، وكمان السكر بتاعه كده مظبوط قوي. وبكده نكون شبه خلصنا اسهل طريقة للعناب. وبصراحة ده اكتر عصير انا بحبه، واكتر عصير سهل في عمايله بصراحة، يعني ما بياخدش في ايدك وقت خالص، وما فيهوش مكونات غريبة يعني او طريقة متعبة في العمايل. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض التمر. طبعا التمر يعني ناس كتير قوي بتحبه، بس انا بصراحة مش بحبه على قد كده، بس عندي في البيت كلهم بيحبوه. اول حاجه هنمسك كده نص القالب بتاع التمر، هو بيبقى 400 جرام، فدول يعتبروا 200 جرام. فهنبدا ان احنا نقطعهم كده زي ما انتم شايفين كده قطع صغيره، ونحط عليهم كوبايه ونص من السكر، وعليهم 3 لتر من الميه. وبكده يكون التمر برضو دي كده المكونات بتاعته. وبرضو بنحط ربع معلقه كده، او يعني طرف المعلقه تكون صغيره خالص، ملح ليمون. زي ما انا قلت لكم دي ماده حفظ مهمه جدا. وهنسيبوه بقى على النار لغاية ما يبدأ ان هو يغلي ويخلط بقى مع بعضه كده. زي ما انتم شايفين دلوقتي هو بدأ ان هو يغلي خلاص. وبكده يكون التمر اتعمل معانا. طبعا بنصفيه بعد كده يعني لما يبرد. انا سايبه دلوقتي العناب يبرد اهو، وبرده هنسيب التمر يبرد، وبعد كده هنبقى نصفيه كويس جدا قبل ما نحطه في الازايز. زي ما انتم شايفين كده، لو في ريم او اي حاجه بنشيلها. دي برضو حاجه معلومه مهمه جدا. وبكده يعتبر التمر بتاعنا خلاص جاهز معانا. هنسيبه بقى يبرد، وبعد كده هنصفيه في الازاز. دلوقتي بقى هنيجي لطب العصائر بتاعت رمضان، وهو الخروب. الخروب طبعا هنعمل نص كيلو مرة واحدة، عشان الخروب يعني بياخد شوية وقت يعني في عمايله، فبنعمل نص كيلو مع بعض على طول. ونبدأ بقى نحط السكر زي ما انتم شايفين، برضو بنحط نص كيلو سكر تقريبا. نيجي بقى للمرحلة المهمة قوي، اللي هي ان احنا نكرمل السكر مع الخروب كده. دي المرحلة المهمة، ولازم بمعلقة خشب عشان محدش يتلسع طبعا. يعني لازم معلقة خشب عشان ما توصلش الحرارة، لان احنا بنفضل نقلب كتير قوي، يعني ممكن تدخل معانا في تلت ساعة. هنفضل نقلب لغاية ما السكر تلاقيه داب معاكي كده وشبه الكراميل. وبكده يكون خلاص يعني الخروب اصعب مرحلة فيه خلصت. او زي ما انتم شايفين كده الخروب هنا بدأ ان هو السكر بتاعه خلاص يبدأ ان هو يدوب. وبعد كده هنبدأ ان احنا ننزل بالمية. هنحط 6 لتر مية. بس اهم حاجة يا جماعة ان احنا ما نتأخرش خالص بان احنا نحط المية. اول ما نلاقي كده السكر داب وبدأ ان هو يبقى لونه بني، نحط المية على طول عشان ما يمررش معانا الخروب. ودلوقتي بنبدأ ان احنا نحط المية بتاعتنا. وبرضه بكده يكون الخروب معانا خلص، ما اخدش معانا وقت خالص، وموضوع سهل جدا. وطبعا لو في ريم بنشيله، وبنسيبه بقى ان هو يبدأ ان هو يغلي، ونسيبه برضو يبرد، ونصفيه بقى في الازايز. وطبعا ما ننساش الملح الليمون، دي برضو يعني التركية دي مهمة جدا في اي عصير رمضاني، لازم نعملها على طول. عايزه اقول لكم ان هو طعمه بصراحه كان حلو جدا. وبجد عصاير رمضان لما بتتعمل في البيت موفره ومضمونه اكتر بكتير من الحاجات اللي احنا بنشتريها بره. فمحدش يستسهل ويروح يشتري من بره عصاير. بجد يعني طعمها ما بيبقاش حلو خالص. اللي في البيت بتبقى احلى. فجربي انك انت تعملي عصاير في البيت، وبجد هتحسي بالتوفير، وهتحسي كمان انك ما كنتيش بتشربي عصاير رمضان اساسا.
وبس كده، ده كده احنا بنبدأ ان احنا نصب اهو العصير. زي ما انتوا شايفين لون العناب تحفة جدا، وبجد طعمه كان خطير قوي. ودلوقتي برضو بنصب التمر، اللون بتاعه مظبوط والسكر بتاعه مظبوط. وبكده يكون ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي انا وماما في المطبخ. واشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله. باي باي.